سفنج ناجح 1000%، منفوخ من برا وفارغ من الداخل. اللي جام ينجح لها سفنج غير تجرب الوصفة ذي وتوجدوه من قهوة العشية. لهنا في قصعة نجيبو ربع كيلو تاع سميد أرطب. الكيلو اللي كيلت بيها الكاس تاع 250 مليلتر. نزيدو ليه مغرف كبيرة سكر، مغرف كبيرة خميرة، ومغرف كبيرة مش معمرة تاع الملح نحطوها اكوتي. نخلطو النواشف مع بعضها، من بعد نجيو ندوبو هداك الملح بالماء دافي ونبداو نلمو في العجينة تاعنا حتى نتحصلوا على عجينة تكون طرية وطلقة روحها شوي. نعجنوها ديريكتومون بلا ما تروبوزي في البيتخان ولا بيديكم كيما تحبوا. من بعد ما تتعجن نجيو نسقيوها بالماء حتى نتحصلوا على العجينه تكون طلقه روحها، مي تكون حاكمه روحها شويه على العجينه تاع المحاجب والناعمه. ابخي بالزيت نجيو نلموها ونمسحوا لها السطح تاعها، ونجيو نديروها دي كراكب، يعني دي بول. لهنا تتحكموا في الحجم تاعهم كبار ولا صغار، نحطوهم في بلاطو يكون ديجا مدهون بالزيت، ونزيدو ندهنو السطح تاعهم كامل بالزيت، ونغطيهم بفيلم اليمونتير ولا ساشي ربع ساعة. لهنا بعد ما ارتاحوا ربع ساعة تلقاوهم بلي يتنفخوا، يعني سيو تحطوهم شوي بعد على بعضهم. افتحوها بالزيت ولا بالماء، حطوها في مقلة يكون الزيت تيجا سخون وتكون معمرة بالزيت، ورميو عليها زيت من الفوق باه تطلع لكم بالخف. وهذه هي لا غوسة، جيسبر تعجبكم، ما تنساوش جام وابوني وبارتاجيو الفيديو بصحتكم.